السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ معاكم عبد الرحمن ربيع، فيديو جديد عن التمرين الرياضي. بس النهارده هكلمكم عن ايه هو الفشل العضلي، او ازاي توصل للفشل العضلي، وازاي تعرف ان انت جالك فشل عضلي، ان تمرينتك مثلا استفدت منها من الفشل العضلي، وازاي تعرف ان دي مش اصابة. تابعوا معايا الفيديو الاخير عشان تعرف. معاكم عبد الرحمن ربيع، فيديو جديد. صلى الله عليه. متنسوش تشتركوا في القناة، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بسم الله، يلا بينا. أول حاجة، الفشل العضلي ده أنت بتتبع الوزن اللي أنت تلعبه ده أول يوم ليك مثلا في التمرين. لما أنت بتروح الجيم، الأنسجة اللي أنت بتلعبها ما بتعرفش، اللي هو مثلا اللي هي الأنسجة بتاعتك أول لما بتروح تلعبها في الجيم لسه مش مستوعب ان انت بتاخد على الحمل ده، فالانسجه لسه جسمك كله بيتعب. انت بتتعب قد ايه؟ بتتعب من 24 يوم ل 72 ساعه. 24 ساعه 72 ساعه تبقى جسمك كله متدمر حرفيا يعني. فانت بتروح تقعد في البيت عشان جسمك ياخد الاستشفاء بتاعه. تمام. وايه هو بقى الاصابه، وانت ازاي تعرف انت عندك اصابه، وازاي تتجنب الاصابه؟ هقول لك يعني. انت ممكن تتصاب في حاجتين. ايه هي ازاي تتصاب؟ هقول لك. هتتصاب لو انت مثلا وانت بتسخن عملت كده، تسخن كده وخلاص وقمت دخلت التمرين، ده يخليك تتصاب. وتتصاب برضه لو انت مثلا ما لعبتش بوزن في الاول، وزن خفيف، ممكن تتصاب. تعال نقول لك برضه ازاي تتجنب الاصابه في التمرين. اول حاجه، تسخن جسمك. مش لازم تسخن مثلا دقيقه او تسخن بوزن خفيف عشان منفصل، بس عشان اهم حاجه جسمك يسخن في الاول خالص عشان تبدا التمرين بنشاط. تمام. اول حاجه انت لازم تسخن كارديو، جسمك كله يسخن. بعد كده تمسك الضماب اللي هي الخفيفه 2.5 5، تسخن المفاصل بتاع جسمك كلها. لو انت مثلا عندك كتف، عندك بنج، عندك كتف، تسخن المفاصل بتاع كتفك عشان لو ما تخش التمرين ما يجيلكش اصابه لا قدر الله. بعد كده هتخش التمرين اللي هتخشها هتكون بوزن خفيف جدا، او مش خفيف جدا، بوزن متوسط، او على اقل من المتوسط كده، عشان اقل حاجه تجيب بالوزن تعرف تلعبه. مش تخش بوزن عالي اعلى من الوزن اللي انت بتلعب فيه في الوقت العالي، الوقت العادي يعني. وما ضربش جبت حتى 8 عدات، يبقى ده غلط، وكمان بتكسر كده. فانصحكم ان هو تلعب وزن في الاول خالص وزن عادي عشان تعرفوا تكملوا في بدايه نهايه التمرين، وكمان برضو ما يأثرش عليكم في الاصابات. وعشان توصل للفشل العضلي، احنا شرحنا ازاي توصل للفشل العضلي، بس ايه هو بقى الفشل العضلي؟ عشان توصل للنتيجه ده، الفشل العضلي ده الحمل اللي انت بتلعبه. مثلا انت بتلعب بوزن خفيف، الوزن الوسط اللي انت بتلعبه، فانت عايز تكسر الوزن ده، عايز تجيب الوزن اللي هو الاعلى منه، فانت هتجيب اللي اعلى منه ده وهتقلل الوزن ده عشان توصل للفشل العضلي. الفشل العضلي انت هتجيب تكسر الوزن. تكسر الوزن ازاي؟ تجيب اكثر وزن عندك، تفرتك العضله، تفرتك العضله بحيث ان الانسجه اللي عندك تتقطع وتطلع انسجه تانية للعضلات تانية، عشان العضلات تجيب لك تضخمات في العضلات. تمام. دي كان موضوع النهارده، ازاي تتجنب الاصابه.